ممكن الشهرة مو دائما شيء إيجابي، هواي مرات تكون عامل سلبي، وصعوبة إنه تتعايش وتتعامل بالمجتمع لما تكون مشهور، لأن تكون الناس كلها تراقبك. فقضية الشهرة شلون ممكن نتعامل وياها؟ أتذكر من دا نسوي سيزون الأول من برنامج زوم اللي انعرض قبل سنة تقريبا، فدخلت الأسواق كنت لابس كمامة، كان فيروس كورونا منتشر جدا، فدخلت دا أشتري، أتذكر عصير بوقتها، فالولد اللي دا يبيع بالأسواق باوع لي باندهاش هيك وقال لي أنا أعرفك وشايفك هواي. فاني فرحت قلت إيه، أضواء الشهرة بدأت تنتشر. فظل هو مركز وياي، بعدين قال لي مو أنت تشتغل كذا مول يعني؟ فقلت له لا يعني غلطان مو أنا. قال لي أنت شنو؟ نفس شكلك. فاضطريت أنزع له الكمامة حتى يشوفني. قلت له ها يشبهني؟ قال لي لا والله ما يشبهك بس من فوق نفس الشيء. قلت له لا والله مو أنا. مثلا موقف لاقط تشوفه مرة همينة بنفس الفترة دا أتمرن بالقاعة، وظل واحد ولد هيك لطيف ظل يباوع لي هيك بشغف. قلت إيه هذا الولد عرفني الحمد لله. ظل يباوع لي وحاول إنه يجي يحكي وياي، فعلا بعدين يجي يحكي وياي من داري أطلع. قال لي أقول لك مو أنت تداوم بكلية التربية الرياضية؟ قلت له لا أنا متخرج صار 4 سنوات. بنفس هاي القاعة همين أكو ولد شاب لطيف جدا إجاني هيك دا أطلع وإجاني دا يحكي وياي، قال لي مو أنت تسوي هيك فيديوهات عن الأفلام وهاي؟ فقلت له إيه يعني. قال لي أنا كنت كلش أحبك وكلش أحب فيديوهاتك، حافظها أكثر من مرة شايفها، بس هسه كرهتك قمت ما أتابعك. قلت له ليش؟ قال لي والله قمت ما أتابعك. قلت له لا عادي تابعني، بس السعيد بالموضوع انه اخذ وياي صوره. قلت له سوي لي بها تاج ضروري، يعني لازم ابين انك واحد تصور وياي. فالسعاده هاي شلون تجي، وشلون ممكن توظف الشهره بالسينما، شلون نقدر نخلي الشهره نطلع منها ضحك. طبعا كل المتابعين للسينما يعرفون انه بالفترات او بالفتره الاخيره اخر 15 سنه ماكو فيلم كوميدي بضحك عالي او ضحك حراء على قولة اخواننا المصريين. اغلب الافلام الكوميديه تراجعت بسبب انه السوشيال ميديا صارت تقدر تصنع محتوى ساخر بابسط التفاصيل. بفيديو 15 ثانيه تقدر تقدم محتوى ساخر. بسنه 2013 فيلم اسمه This is the End كان من بطوله واخراج وتاليف سيث روك، ويا هواي ابطال ايما ستون وجونا هيل، حاولوا يلعبون على نظريه انه شلون يسخرون من نفسهم. نهايه العالم تجي، ايش راح يصير بذول المشاهير؟ شنو ايماناتهم ومعتقداتهم وشنو الضحك اللي راح يطلع من عندهم؟ وفعلا الفيلم بيه ضحك عالي جدا على الشخصيات نفسها وعلى الضحك اللي سووه. ونفس هاي النقطة استغلها أحمد الجندي بمسلسل الكبير أوي الجزء السادس مع أحمد مكي، المسلسل اللي كتبوه محمد عز الدين وأيضا محمد صقر مع ورشة كتابة. حاولوا بالفصل الأخير من المسلسل اللي اسمه مهرجان المزاريطة إنه يسوون نفس النقطة، يجيبون أشخاص مشاهير ويطلعون ضحك منهم وحتى على نفسهم مثل ما سوى مكي ومحمد سلام. فشون تقدر تستغل الشهرة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. نرحب بنجمتنا الشابة رغد خاتون. شلون رغد؟ شكرا جزيلا، شلونك؟ ان شاء الله بخير. طبعا هالمرة نحاول نسوي بزوم انه ناخذ فكرة شائعة موجودة بالمجتمع هواي، ونحاول انه نشوف رأي المشاهير بيها، وحتى نرجع وياهم هواي بالزمن ونشوف ذكرياتهم واشياء ممكن ما حاكيها قبل. فعنوان الحلقة اليوم كان عن الشهرة. ممكن هواي شخص من يبدي يشتهر، اول واحد ياخذ كاميرا، اول صورة شخص ياخذها وياك، اول مرة تشوفين معجب، تبدين تنعرفين، تبدي الامور شوي تتغير. اي طبعا اكيد. نعم لها اضرارها والمراقبه وهاي، بس اي طبعا. اريد تحكي لنا شلون بديتي من تحسين نفسك تنعرفين في الشارع، وانه اكو ناس بدات تعرفوا اول صوره اخذها وياك معجب؟ يعني بالضبط هو اول صوره ما اتذكرها، بس هو مثل ما قلت هو شعور كلش حلو. يعني تحس اللي اذا تسويه انت دا ينشاف، معناها انت دا تسوي شيء فعلا. يعني مرات تعرف بالمحاولات الاولى نشتغل بس ما حد يشوف، نشتغل بس ما حد يعرف، فتحس انه انت ما تسوي شيء. صح، انا بعدني بهاي المحاولات الاولى يعني. بالتوفيق يا ربي. دائما فعلا تصير اللقطه مهمه من اول صوره او حتى اول موقف لك. بسرعه ندخل وياك بسرعه بدون ما نطول بموضوع الحلقه هاي. اول فقره عندنا اسمها باك تو سكول. راح نتذكر وياك ايام المدرسه. طبعا المدرسه احنا كنا من نداوم نكرهها وما نريد نروح، بس هسه من تجي تتذكرين حتى نشوف الافلام مال تينيجرز ومال المراهقين المدرسيه تحني لنا هاي الايام. طبعا مدارسهم ما تشبهنا بس بس نبدي نحن نشوف هاي الايام شلون كانت. اريد تفتحين اول صندوق عندنا. اذا شفنا الصندوق اللي هنا بعيد عليك. ما احب المفاجاه بس اتس اوكي يعني.
شنو هاي؟ ما لحقة على كلهم، وطبعا من ازمنه مختلفه يعني انه يعني اني من يعني مطلع التسعينات. اوريدي ذاكرتي ضعيفه، فيعني احاول اتذكر لك. اعتقد هاي الصرف مال 250 كانت 500، بس ما اتذكر كان لونها وردي هيك شيء. احتمال بن الغسيل ما ادري يعني. يلا المهم عرفتها. تتذكرين قد كانت يوميتك بالمدرسه؟ لا ما اتذكر. قد كنت تاخذين زين إيش تشترين بيها يعني كانت تجيب لك؟ يعني هي شنو اللي كنا نشتري غير الكيكه والعصير؟ اكو عصير كنا نصيح مشهور شربت. لا اسمه رنا اعتقد كان يطلع عليه رنا كنا نحط إيه، القصبه قلت لازم- بعينها. رنا إيه. وكان كيكه وياها. كيكه طبعا، يعني احنا كنا مو من النوع اللي مثلا اهلي يحطون ويانا اكل. إيه، ما تاخذين لفاتيات؟ لا يعني مو من هذا النوع، يعني خلاص هي هاي اكو الفلوس. كان يجيبون لفات بيض وياهم، تكون الصف كله يكرهها هذا اللي جاي بيض. ما اعرف يعني انت من مثلي. حلو اي، بس حبيت الفلوس. إيه. كلش. زين تتذكرين اول يوم لك بالمدرسه؟ اول يوم أوه. اول شلون؟ يوم بكي يعني انا اختي تكبرني بسنه، وش اسمه كانت هي مثل اللي شايف السوبر هيرو، اي شيء يصير اروح لها. مثلا احد يقتلني اروح لها. خذوا عرفت؟ مساحتي فممكن كل شيء خو اذا يعني سمعت احد مأذيني ووصلها خبر هي تتعارك يعني أنا كنت مرتاحه لان انا كنت ثاني، عرفت؟ يعني مو اول تجربه إيه. مو أول بس مع تجربة. ذلك اول يوم قضيتها بكي. زين تتذكرين اسم اول مدرسه درستك؟ اول مدرسه درستني لا، بس اتذكر اسماء يعني بقيه المدرسات. المدرسه الاولى المهم تكون تاخذ كل المواد ويكون الصف كله يحبها. غالبا مدرسه لا الاول كانت مثلاً. عندنا كل ماده يعني لها مدرسه، بس انا اتذكر ست ضحى، ست وصال، كان مدرستي وهران الاساسيه بحي العدل. فاتذكر يعني بس هاي الاسماء. لا انا ما اتذكرهم. اتذكر. أنا كانت يعني احلى شيء تنقلت كان أكثر مدرستنا، تعرف سوري قاطعك، احلى شيء كان مدرستنا انه هي مختلطه. هي انا مختلطه، أي. ابتدائيه مختلطه دائما. فيعني كان شعور غير، يعني هسه انا انقهر هواي على الطلاب خطيه هسه، بس لا هسه مجتمع ماكو هواي واحد. مدارس مختلطه. بس يعني كاغلبيه لا. زين بما انه المدارس مختلطه صار اكو شيء اسمه شلون اعجاب، واحد بالطفوله يحس نفسه دا يحب واحد وياه. ما صار وياي. يعني كان بس واحد اسمه وليد بس تتذكريه يعني كان مهم. اتذكر تدري ليش؟ لانه هو سوى موقف يعني سوري بايخ، يعني ما له داعي. يمكن هسه يعرفني ما ادري. يعني وليد يباح خوف الطلاب كلهم وخلاهم كلهم يركضون، قال اني دابكي دم ومغطى عيونه ما حد يقدر يشوف. بعدين طلع يعني ماكو شيء. طلع فامباير وليد. طلع ماكو، يعني شاف هذا الطفل اللي يحاول يلفت انتباهه وهيك شيء. وليد كان حاول يلفت الانتباه. فاتذكر اضل ببالي. لا انا اتذكر كان اكو هيك، كان اكو عندنا بنيه احنا ما نريد نقول اسمها راي جزء تشوفنا، فكان رغم رابع ابتدائي بس كلها تحس انه معجبه بهاي البنيه رغم انه رابع ابتدائي. طبعا اعجاب بريء طبعاً أكيد طفوله يعني. بس يصير اكو هاي الشيء البريء يعني انه لا، بين الزملاء للأسف وحب الزملاء. ما حسيت يعني ضحكتي عليه. ماكو لا انا ضربت ولا زين شوف الصندوق الثاني ايش حاطه ليش مفاجاه بما يا انك تحبين ستار المفاجات. يا ربي ما احب المفاجآت بس والله. كانت حلوه المفاجاه لا كانت رغم انت ما تذكرتي. وبالمناسبه لقيتها ال 50 دينار اللي قلت لك عليها. هسه شوفي شوفت تاخذيها. اياها، مو قلت لك غير هي لون؟ كانت رقم يعني اتذكر ال 100 دينار رقم شوف كنا. 50 دينار هاي اللي احكي عليها. هاي اعتقد 2007 او هيك يعني مو قديمه جدا. لا مو 2007 ما اتذكر، ما اقدر يعني انا دائما افتي ويطلع غلط، فما اريد افتي وياك هالمره. زين نشوف الصندوق الثاني. في شيء ما ستار يا تذكريه. ربي. هو الوان. مستحيل، لا مستحيل. تتذكرين مثل قوموش على السبوره ودت تكتبين بطباشير؟ اكو دائما الموقف من واحد يقوم على السبوره على بالك قايم على الستيج او على المسرح. في حال كان محضر، في حال حتى كان اذا ما محضر يروح جهنم. اذا ما محضر فهو سيتويشن كوميدي. يطلع ضحك انا اكثر. كنت من النوع اللي اخاف من اقوم على سبوره، يعني انا اوريدي شاطره من كنت صغيره، فمع ذلك من اقوم اخاف لانه احس المدرسات سوري المعلمات احس انه يعني راح يسوون شيء مثلا لو ما حافظه حتى لو طلع مو حلو.
انا كان عندي اكثر شيء مو يكتبون هم خطيه، يملون السبوره بالطباشير، لازم احنا نكتب وراهم بالدفتر. انا كنت اقعد اكتب قصه ما اكتب وراهم. فكانت دفاتري عباره عن قصص. زي انت كنت شاطر لو كسول. يعني انت برايك شاطر دا اكتب قصص. مو انتم كولد تختلفون عنك كبنات. فمره يعني مدرسه اكتشفت دا تشوف دفاتري كل هذا ولا شيء كاتب له علاقه بالمدرسه اساسا. مستحيل كشفتك؟ كشفت انا دا اكتب قصص ما لها علاقه ابد بالدراسه. وين الرياضيات وين كلها قصص. ممكن هذا شيء له علاقه بالفن من زمان. لا صحت لقيت لهم ابنكم هذا ما يكتب شيء له علاقه بالدروس. مستحيل. كنت حتى اسوي الافلام، مثلا فيلم فول الصين العظيم بطوله محمد هنيدي اخراج شريف عرفه، تلقينيش دفاتري. يعني انت من هذاك مستحيل. ابد ماكو شيء له علاقه. يعني ماكو طفل يفكر بالاخراج والفيلمين، المفروض ما يعرف هاي التفاصيل من البدايه. كانت كحب يعني. لا ما اقدر، اني شاطره وفد مره يعني قالب الدنيا. فتحبين الطباشير؟ طبعا احب الطباشير. اعتقد هو بعد ماكو استعمال للطباشير، احنا اخر شيء صار كانت كل القلم والحرامات للاسف يعني. ففعلا موقف رهيب موقف الطباشير. انا بسبب الطباشير هم خطي مو حلو. زين انت كنت تمسح السبوره؟ ايه بس مو مثل سعيد صالح ما اشخط وامسح. انا كانت اطول من بقيه الزملاء يعني. فالدرس شايفه ينكتب بالاخير. اي صح، الدرس الاول الثاني اي ينكتب فوق نهايه السبوره، فانا اقوم امسحه حتى الوح. لا كانت اتعس شغله هي هاي، وما بحياتي شاركت انه امسح سبوره. يعني كانوا الطلاب يكتلون نفسهم، تعرف لانه بس يتحركون فيك لما تقوم. طبعا وشويه يتحرك جسمك. فانا كنت الوحيده انه ما احب، يعني احب ضل بمكان. لا صرت ما بيها حيل، واحد نايم. انا كنت من صغيره ما بيها حيل. انا كنت دائما ما اكون يعني مو صاحي بايام اوقات المدرسه، دائما نايم. اكون من زمان اسهر، فبالنسبه لي انه انا بعدني من زمان مستحيل. بعدني بطور النوم. مستحيل. فهذا عذاب. نكتشف صندوق لا طباشير. احنا ممكن تاخذين طباشير وياك يعني كنت بيهم بالبيت عادي. هديه. عندنا وايد طباشير. راح اخليه هنا عادي. خليه عادي. خليه باي مكان حتى ما يسوي لنا نشيله بالمونتاج. يا الله ايش حاط لي زين قول لي. ما اتذكر. محفظه يجوز ما ادري. طلع صدق. والله يضحك. تتذكري؟ طبعا اتذكر. طبعا اتذكر. يتكوك يشتغل هو. يتكوك يتكوك. لا ما اريد اشغله. مستحيل. وهاي الثانيه بحياتي ما حلتها. انا اشوف اكو اصدقاء يحلوها ب 30 ثانيه، يعني اكو طريقه لحلها بالمناسبه. تعرف شنو اكو طريقه لحلها؟ يعني اخوي الصغير مره جو فرحانين احنا بيه، يعني انه هو انه حلها. هو مو صغير، هو الكبير يعني اللي اصغر مني بس هو اكبر الولد. فاحنا فرحانين واو عرف يحلها. لغز صعب هذا مو سهل. كرمتوه. فطلع يشيلها ذني ويصفطهن. يعني يشيلهن يشلعهن من مكانهن ويعيدها من جديد. بالضبط. فكان الموضوع انا واصل اقصى مرحله انه بس السطر الاخير ما كامل. هو انا هم واصل هاي المرحله بس مستحيل يعني. وذات كمليه تخربط البقيه. مو يعني بس هسه اكو طرق لحلها اعتقد يعني حسابيا ما طلعت عمليه ذكيه. انا احس الموضوع حسابيا. حسابي ينحسب انه منا انا 9 حركات منا، يعني مو موضوع ذكاء وتفكير قد ما هو. اعتقد ان الموضوع ابسط من هيك شيء، يعني ابسط من هاي العقده. لا مو عقده هي يقحمون بها. هو مكعب فشي حسابي. بس اعتقد هذا همينه كان قديم، ممكن الشكل يختلف بس موجود يعني هم كنا اطفال. اكيد طبعا كان موجود. مو قلت لك انا اخوي كبير عبالنا نابغه يعني. هو فعليا شاطر يعني مو كذب، بس انه هاي صدمنا بها. هاي الحركه. بس هي هم ذكاء من عنده، انه ماكو طفل هي هم حركه ذكيه. هو راد يكملها بس باي طريقه. هذا الكتكوت تدري شنو شغلته؟ هذا الكتكوت هو مثل الكتكوت الحي اللي كان يموت بنفس اليوم. بالضبط. هذا نفس الشيء، تشتريه اول يوم وتكسره بنفس اليوم. ما مستحيل يمشي ثاني يوم. مستحيل. والله لطيف. ذكرى لطيفه هذه. حبيتها. وممكن الادوات هاي اكثر شيء جيل التسعينات احنا بدنا نحكي بيها، ممكن الاجيال الاقدم ما توعى على هاي ممكن طبعا هو كل جيل له ذكريات. كل جيل له ذكرياتنا كتكوت. بالضبط. احنا الكتكوت من ماضينا. ذكرياتنا من ماضينا. هاي عافيه. الصندوق راح يكون اكثر، كل ما يكبر الموضوع المفروض يكون عندنا عافيه الكتكوت. باكثر اهميه. اي فهذا الصندوق يعني اكتشاف هذا الكتكوت. هذا صندوق ناخذه هذا مخذي. بس هالمره بعد راح احافظ على الكتكوت. ما راح اكسره. ممكن حاليا لغه الالعاب بهذا الجيل صار الايباد
صار ماكو لا بالعكس، شيء. حتى الالعاب يعني احنا بالنسبه لجيلنا احنا ترى محرومين من الالعاب. شنو كان احنا ما عندنا؟ كان عندنا العاب، شنو كان؟ كانت ماكينة تكنولوجيا خيار. بسيطه. ها كان سوري الحصان اللي بنفاخه. اي بنفاخه. ذكرتين جيبه هذا والتاير هذا اللي يمشي بعصا. تاير. اي هذا اي وبيضوه. واحنا كان تدري شنو ابو التكان اللي يمنا كان يعني من النوع اللي بالعيد بالهاي ما يقبل يعطي مسدسه بالصجم. احسن. اي يقول انتم اطفال شنو هاي من أسوأ الالعاب طبعا. اي يقول انتم اطفال ممنوع يعني حتى ما يجيبها. انا من صغري اكره هاي الالعاب، مو كانت من شيء مفضل بالنسبه لي مسدسه بالصجم. بس سيء لازم تكسرها يعني. فما كانت اكو العاب هواي. ما كان اكو فعلا، كانت بسيطه. كانت خيارات كلش بسيطه. هو الحصان واللي يطلع بالخارج يجيب لنا هاي السياره من ريموت. اي كانت فيها وما تشبه الهاي. اكو كانت عندنا سياره من ريموت بس بها حبل بس وبها واير يعني مو لاسلكي. فتمشي على قد الواير. اي لازم تركض ورا مع انه لو بلا واير احسن يعني ما بالضبط. تتقيد بالريموت. لو بطاريه احسن. بس حلوه هاي الالعاب يعني. والله ذكريات حلوه. تجنن اكيد. وحتى الالعاب التكنولوجيه بس مثلا هنا السيجا مثلا او الاتاري كان سوبر ماريو. يعني هسه احنا مثلا مترفين بالنسبه لاهلنا لانه طلعت هاي الالعاب. كانوا قبل يعني ما عندهم. قبل ماكو فعلا. وهاي عندك النوع من انواع السيجا اللي بها المسدس. ولا يعطل التلفزيون ماله. زين هاي من الفكره؟ هاي كل الاهل يعني انا على بالي هاي حاله شاذه بالبيت انه هاي لا تستخدموه. شوف مو هم يعني هو الموضوع شيء نفسي. الاهالي لازم يخلقون ازمه. يعني من يعني وجد التليفون انه كافي عينك كافي مدري. بس اليومنا هذا بالحياه صوت التليفون. اليومنا هذا اذا تجين تشكلين بلاي ستيشن باحدث نسخه له حيقول لك شيء خرب التلفزيون. بقت هاي النظره سائده انه هاي الاجهزه لا انه هاي الاجهزه تعطل التلفزيونات. ما اعرف من مخترع هاي النظريه يعني. شلون قلت لك الاهل لازم يخلقون ازمه يعني. بس هم متفقين على هاي الازمه يعني. تدري هم ايش قد حكوا على التليفونات اول ما نزلت تتذكر. هسه كل واحد عنده واتساب. هم اكثر من عندنا يتابعون بالتليفونات. هم عندهم وقت فراغ تقريبا اكثر. هم كلش متابعين. كلهم العيد كان وقامت توصلهم الاشياء اللي مع ظهور الفيسبوك وتويتر يراويك صوره مثلا احنا شايفيها ب 2007 يقول بعد شلون تضحك. انه ابغى الزمونه قاموا يجيبوا لنا الاشياء القديمه. الاشياء القديمه احنا نسوي ابديت على يسوي لنا نوستالجيا. الكتكوت ودانا هوايه مكان. خلينا نشوف شنو وراه. مستحيل. يا اخي والله انا اخاف. لا اكتشفت انه ماكو رعب كله نوستالجيا. اوكي بس يعني دا احاول مثلا شلون الشيء انه كل واحد اكبر من الله مستحيل. اذا راح يكبرون زين يا رب. صندوق الحياه. مستحيل. مو قلت لك حاط لي محفظه قبل شويه. انت عرفتي ما المحفظه. هاي كانت كل السائده يمكن عند كل البنات. انا لا ما كنت احب هاي السوالف يعني. كنت احب الاشياء الساده يعني. هو هذا ذوقي. شلون هسه ساده ما عندي مشجر ملون مدري شنو. ومن كبرت كرهت لون البينك. وهاي المحفظه الوحيده اللي ما كانت عندي اياها وكلش مشهوره. يعني كنت اطلعها من هذني الاشكال الهندسيه وش اسمه يعني اشمرها واخليها بمحفظتي لانه كل الطلاب الكسلانين عندهم منها. صدق كانت رمز. ويكون دائما عنده مقطاط. لا صح ومقطاطه وقلم بيها بس دائما. ويضيع القلم ويطلب قلم. هو يمكن يشتريها مره على مود الهندسيه الاشكال الهندسيه. زين كنت تنطين فتحي المحفظه شوفي ايش بيها شغلات شوفي المساحات القديمه والاقلام. كنت تنطين قلم مال قلم زايد انه ما اتذكر بس اعتقد كنت انطي مدري ما انطي والله ما ادري. اكو ناس ما يقطون يكون معتز بالقلم ما قلم عادي. ما ممكن هو يبقى عنده هذا اخر قلم. ما ممكن يعني اصلا اهله مانعيه انه لا ترجع لي بالاقلام نفسها. بالضبط يعني مثلا اكو اهل يسوون جرد بالاشياء. انا دازك بقلمين راجع بواحد. هو شيء حلو ترى يعني يعلم الطفل على مسؤوليه غراضه انه شلون يحافظ على اشياء او هذا. بس هم يعلم على حب التعاون ما يخالف نطي قلم الصديق. المساحه اللي ما امسح بها لو اموت لان تسخم اكثر من ما تمسح. هاي لا هي اكو هناك مساحه شوفيها ديك كانت كل السائده مو بهاي المحفظه الهندسيه. محفظتنا مال اللي تكتب وهاي المقطاطه كنت بس اقط بها تنكسر فقلت ما استخدمها. هاي المقطاطه كانت معروفه بكسر الاقلام هاي. وهاي المساحه اللي ما نستخدمها لان تسخم اكثر. اكو مساحه هم كانت سائده يقول شاي تمسح الجاف. يا خطيه لا تمسح الجاف ولا هاي لونها احمر لونها احمر بازرق نص احمر وبنص ازرق. هي صدق شو شغلات ما ادري. هي المفروض تمسح الجاف وغاليه لان تمسح بس هي ما تمسحه. بس ما اكتشفنا لحد الان يعني. ما اكتشفنا شغل ما صارت ظاهره انه مسحت اي شيء. انه مسحت الجاف. خلينا نشوف. هاي ريحتها طيبه.
والله بعد أفتح. محافظه على ريحتها. خلينا نشوف. تمسح لا حرامات مو محافظة على ريحتها. صار 20 سنه يعني ما راح نبي تحافظ. نجرب تمسح منها بالجاف. اي كنا بس عندنا لا هاي زين، هاي كانت يعني سمعتها زينة. هاي كانت بس على سمعتها الرصاص. زينه. اي بعد تقول إي. جيب لي هاي. اي هاي كانت المفروض احنا يعني انا الاتيكيت اكو ذاك نشتريها. اكو قلم شوفيه اللي هو احمر هذا كلش مشهور، الاحمر مقلم باسود. اللي هو لا هذا تذكري هذا كان كلش فيك. هذه من كنا نحاول ندوسن كلهن ندوسن ما كلهن عرفنا شو حتى نكتب بيهن. كلهن. ما اعرف وكلها مسويتها لازم ارد اكتب بكل الالوان. مو هو يعني يمكن احنا بذاك العمر يصير عندنا حب استطلاع. حب استطلاع انه ارد نكتشف كل اكتب. شيء. ارد اكتب باربع أي. اقلام. فالحس- بس اكو اجى واحد يصير نكتب بيه، اتذكر كنت اكتب اسمي باكثر من واحد. هيجي لا مو هيجي، كنا نجمع كل كل الأقلام، إيه. الفرديه ونكتب وهيجي بكل ونكتب الالوان بها. يطلع شيء ما أعرف بائس. شنو المتعه بالموضوع اللي كنا حتى بالطباشير هم كانوا يسوون. طباشير كانوا يسووها. أي. اي بدي احاول القى قلم انا كنت اشتري بس ما دا القى. اكو قلم هذا مشهور ماكو طالب من اخذه اللي هو أوقف يصير لي خلف. اسود. هذا؟ اي لا ما كان عندي من عنده. انا كان عندي هذا القلم وعندي وايد قصص ويا هذا القلم. هم تعب هاي. هاي مستحيل باقيه بقلم ما عدا لا اكو انت المفروض شاطره الصف تلقين دائما اقلامه انا ما كنت اعضها ولا هذه. ها اي شوف شطار ما بس يعضها. مو اعرف. انا عضها قبل لا اعرف اشتري قلم. الكسنانين شو يسمون. خلينا نشوف لقيت مساحه حلوه اوقف. تعرف انا من هواياتي اجمع اقلام والله، يعني مجمعه كلش هواي لوفي. مجمعه كلش هواي اقلام. جافلي وهاي الاقلام الرصاص. anyway اي قلم. يعني كان عندنا معد باحدى أولا. القنوات. اي كنا هو عنده هاي الهوايه وانا عندي هاي الهوايه، فتاخذين من اقلام. ونتعارك على القلم. آه. تخيل كل واحد ايش كبره واحنا نتعارك على القلم. يعني اقلام نادره لو اي قلم تشوفي. نو اي قلم. ها حلو. اي بس انا اعترف يعني اقول مثلا راح ابوقه. ها اي ما ابوقه بدون ما حد يدري. يعني راح تقولين هسه انت حتاخذين ذي الاقلام. انتوا شو اسوون بهنا؟ انا عندي بدون ما ادري اخذ قلم، مثلا وقعت بمكان او شيء أي. كتبت بقلم لازم القاه بجيبي بعدين. والله ما ادري ليش. اكو ناس عندها هيك ازمه بس هذا بالجد. جاب ايش جاب القلم؟ ايه. اللي كان يتبدل كان ازمه انه انت لازم تشتريه وترجعين تبدليه. لا والازمه اذا انت مشتريه وانت بدك تمشي انشبحت وانكسر. اوه ايه. شلون راح تواجه اهلك وتقول ماني كسرت؟ انا كسرته لازم يتبدل. ايه شلون راح تواجههم؟ وفتره طلعت علي اشاعات على اساس انه بحشرات وما ادري شنو. صدق انا ما مرت عليها الاشاعات. مرت علي. وكان اكو حليب هم يتبدل اتذكر كان كلها تبديل. حليب ما بوقتها. اعرف بس انه هذا. إيه، هو والبيبسي. وقلنا سينالكو كان خاف. طيب. سينالكو لسه انا احبه. بل لحد هسه ما اجى بس هذا تغير يشبه. طعمه السينالكو هسه. تغير إيه. اي ما اجى هذا القديم نفسه. مستحيل والله ايش جايبين. انا كانت عندي ازمه بذني انه يعني لازم ارجعهن او لازم احافظ. يعني انا مثلا شايله كاس العالم وامشي بالشارع حتى لا ينكسر لانه اخاف. كانت ازمه نفسيه. إيه. هسه عادي يعني ما اعرف هل كان صعب وجودهن غاليات. ممكن لازم لانه يرجع. كان يعني صناعتهم ودائما جديدة. فكره انه شنو يرجعون يملوه هو اعتقد ورجعوا يملوه. طلعوا إيه. يرجعون يملوه ونرجع والناس نشرب عادي احنا. تشرب. إيه. بالضبط ايه بس احنا هسه اكتشفنا النقطه. ما حلو ما حلو إيه. والله. نقطه كان فريق كنا جداً. كل ما نشتري من طلعت الاشاعه هي الاشاعه اللي مال الحشرات. ما اتذكر انا هالاشاعه. كنا لازم نقعد نستكشف فيه شي ها بي حشره لو لا خاف بيه. اي واللي يلقى حشره يروح واحد جائزه من الشركه. نوب احنا مظلومين يعني ما كنا نعرف انه مثلا اذا صار هيك شيء نقدر نروح نقاضي إيه. الشركه او نطلب. اوكي اي ف يعني ما كنا كان حتى لو أعتقد- نشوف أعتقد ما كان أكل شيء رجع أصلاً. خطيه على بالمحل المقرود وش إيه. العلاقه. هو حتى اذا انكسر اعتقد يندفع سعره يعني بس هو كانت الاشياء غاليه يعني. سعره بس انه شايف الشيء جديد يصير واو فد شيء. وهي كانت الاشياء غاليه يعني بذاك الزمن انه احنا من كنا اطفال قلنا انه ماكو العاب قليله حتى يوميتك البسيطه الاشياء بسبب الحصار والحرب. انا ما اعتقد هي كانت غاليه بقد ما كان هو هذا المستوى المعيشي بالنسبه للناس. ايه. يعني مثلا هسه احنا بدنا نشوف اشياء هي بالنسبه لنا كانت كلش غاليه بس هي صارت ايه ممكن. بالنسبه للجيل اللي هسه بده يشوف الاشياء اللي عنده كلش غاليه بس ايه. بالنسبه للكبار لا هي سعرها رخيصه. مناسب اي أي. بحكم الشغل. فثانك يو على هالرحله مال الذكريات. ما راح افتح البقيه مو؟ لا فتحين. لا ما راح افتح. راح تطلع مصايب. لا بالعكس راح تكون اشياء اخاف. كل ما شيء صغر كبرت قيمته. يعني اجرب حظك. جربي حظك. نوب هاي اول ما شلتها انصدمت لانه ثقيله قلت هاي شو مش حاطين. بسبب السفن. اي عافيه بسبب السبن. مشكلة نسيت اصلا كان اكو. انا متاكد انه هاي اصلا ما راح
ممكن ما اعرف تملحقه على هذا الموضوع لو لا. يعني انا ملحقه وما ملحقه. ملحقه من كنت افتحهن، اريد إيه. استكشف، افتح الشريط يعني. انا كان عندي راديو اصلا، يعني كان عندي مسجل ملحق كان- عليه للحظه. اي انا ما ملحقه على المسجل، يعني ملحقه عليهن شايفتهن عرفت، بس كنت ملحقه عليهن من رايح وقتهن. اي مو كمستخدم. أي. اي والارضي الارض قبل ما زين. هاي نجي الظروف على يمكن ما ملحقه على انه يجيك جواب، انه تجيك رساله لا بظرف لا لا او لا دزي. لا 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 ما ما ملحقه اني. إيه. انا كنت اشوف الأرض. عد اهلي. تتذكر من نزل الكشاف؟ هذا بيه كشاف. اي اي هذا الاحدث، يعني انه تعرفين منه مخابر، كان فيها كم مخيفه. بالضبط، ويعني اللي يجي رقم وخلاص، يعني لا يعني صار من اكتشف وراها الرقم. اي السجلات والاشياء الدنيا كان ماكو انقبض. الازعاج، انه مع الكشاف الازعاج من نزل مستحيل. تخابر على ناس يعني بعد اكو والله كشاف راح يعرفون رقمك. والله خطيه ستر كلر يطلع لنا كل إيه. شيء. والله خطيه كنا. ممكن ما حد كان متصور هذا التطور مع الارض، يعني الناس قبل من يشوف التليفونات الارضيه ما صار راح يجي تليفون ويكون بهذا التطور. طبعا لكل شيء، والظروف للاسف ما مع الاسف. ايه انا كنت اشوفها بالبيت يعني، بس ما انا لحق عليها. اشتريت من عندها من كبرت بالمناسبه. وهم استخدمتها يعني. إيه ما بيها فايده. حال الاقلام اللي كنت اجمعها. صدام منا بعد. هذا شوي راح يجوز ده نقدم بالصناديق. صدام منا بعد. راح اطلع حاط منجنيق هالمره. ايش اسوي؟ هذا شوي. لا هذا خفيف يا الله. هذا خفيف. هذا في شيء قد ممكن يمس. يكون ما بيه شيء؟ انا يمسني. لا نحط واحد فارغ. لا مسك بيكاتشو. مستحيل. يعني هذا بيكاتشو. الانمي حاليا بالتسميه الحديثه كانت كلش متعلقه ببوكيمون، كان كلش فيها كم طلع مستحيل. بوقتنا. بالمناسبه انا ما كنت احب الكرتون مالته، تبي نفس الصور بيكاتشو؟ ولا يعني تعلقت بس ببنطلون من كنت صغيره، واتذكر كلش هواي لبسته، يمكن لونه اورنج بوقتها، يعني حرفيا باشكال البيكاتشو. اعتقد حرفيا 18 كلش هواي لبسته حرفيا يعني. ما محتفظه بيه؟ لا للاسف كان اخذناه منك حطيناه الغرفه. لا للاسف ما محتفظه بيه، بس ما كنت احب الكرتون مالتها. لا انا كنت بالعكس، كان كل شيء يمثل لي ذكرى حلوه، الالوان كانت مختلفه عن اي شيء ثاني. ما احب يعني انا من كنت ما احب هاي الدوخه والبيكمون وشرب شوربه شنو شمره، يعني ما احب، عرفت، احب الاشياء الهادئه اللي توصل لي بسرعه. شنو تذكرين اكو كرتون تحبيه بالطفوله شنو مثلا؟ اتذكر كرتون افتقدته اللي هو ساسوكي يعني. ساسوكي. إيه رغم ساسوكي من الجيل الاقدم. اي بس افتقدته يعني فتره انعرض وخلاص قام ما ينعرض. إيه فظل ببالي لانه هو اختفى يعني. من نزل الدي في دي وصارت انا قمت اجيب كل الاشياء اللي انعرضت سابقا. لا يعني اني بالدي في دي اتذكر كنت واعيه كلش، وكنت اباوع افلام اجنبيه. انا يوم كنت واعي بس ابغى كرتون عادي يعني. أنا ما باع كرتون. إيه. عادي. عادي. لسه أنا أحب فيلم بحيرة البجع. ايه كلش أحبه لسه أنا. عندنا الصندوق الاخير، هو هذا مو نوستالجيا بقد ما هو راي شخصي او ترشيح له علاقه بالسينما والفن. شوفيه وحنتذكر به يعني شغلات. زين خلينا نشوف. هسي صندوق الحياه. رواية بطلت العام. هاي اكو روايه تحبيها ترشحيها؟ طبعا هاي روايه ام ميمي، روايه حديثه ومن افضل الروايات، ترشحت لجائزه البوكر لافضل روايه. انه شوف يعني اني يعني مو يعني يمكن ما اتذكر الكتب كانت تتعلق بمجالات الاطفال؟ لا تعتبر مجالات اطفال ككوميكس او قصص مصوره. لا ما كنت يعني كانوا تعرف لها كل شيء يجيبون ويجيبوا لك دفتر الرسم بس بدك تقرا. ايه لو المعنى او يعني تلتهي انت يعني. شلون تلتهي؟ تتذكر الاقلام مال الالوان. اي لو المعنى. خليني اشوفها. افلام. تذكر روايه كلش لطيفه، اتمنى اتذكر اسمها واتمنى العالم كلها تشوفها يعني. قواعد العشق والأربعون؟ لا نو مستحيل يعني. لا صاحب الظل الطويل؟ لا قواعد الحياة. أعتقد قواعد الحياة رواية فظيعة، بنت شخصيتي بشكل كلش لطيف. يعني قرأتيها بعمر صغير؟ إنه لا قرأتها بعمر إنه دا أبني نفسي، دا أبني شخصيتي، عرفت، فكلش فادتني.
زين فيلم او البوكس الموجود هو لمجموعه افلام، ففيلم تحبين ترشحيه لناس على ذوقك، مو شرط فيلم مشهور طبعا، ممكن فيلم يعيدون اكتشافه يعني، ذاك الوقت فيلم حديث او قديم بس ما عليه سبوت يعني. فيلم قديم ما اتذكر يعني، اكيد ما مو لا أتذكر. قديم بس فيلم ببالك تحسين ما ماخذ حقه. ما اتذكر لا. ما دا يحضر ما يجي ببالك عربيه ممكن يعني من راح اطلع راح اقول تذكرت من يخلص اللقاء. فهذا دزينا برساله اقول تذكرت حطوها بالمونتاج تذكرت الفيلم بعدين طلع على اسمه حتى ارتاح نفسيا. خلينا هسه خلصنا فقره الذكريات، ننتقل الى فقره فنيه ونشوفكم بعد الفاصل. وهسه راح نحكي عن شوي نتعمق بالفن اكثر، بما انه كنا احنا بالنوستالجيا واستعرضنا الذكريات الجميله هاي. هالسنه شاركتي باعمال اكثر من عمل في رمضان، وشفنا ممكن غزاره انتاج سنه عن سنه بالدراما العراقيه تصير افضل. هالسنه شاركتي بكم عمل في رمضان؟ هالسنه شاركت بعملين، الماس مكسور وبنات صالح. وشنو رده الفعل تحسين اكثر اجى على دورك وين بيا عمل اكثر؟ بصراحة اجى أكثر ردة فعل على بنات صالح بشخصية سوسن، يعني كانت ردود الأفعال ما متوقعتها، متوقع إنه أوكي الشخصية راح تسوي صدى وكذا يعني تعاملت ويا الموضوع ووافقت على هذا الأساس لأنه شخصية محورية، يعني ما راح تنتهي سيرتها على طول المسلسل، راح تظل تذكر، فلهالسبب وافقت فيها رغم إن هي حلقتين. فالصدى اللي جابته هاي الشخصية صدمني، ما كنت متوقعتها هالقد، كنت متوقعة البعض منه مو هالقد. ممكن الناس تميل لهاي القصص اللي هي الميلودراما ممكن هي لأنه جريمة قتل، ولأنه صارت ببداية مسلسل، فصار حدث يعني كبير وتغيرت الأمور كلها على أساس هاي الشخصية ممكن أو بسبب هاي الشخصية. يذكرنا بمسلسل إليت، المسلسل الإسباني الشهير اللي كانت البطلة تقتل بداية المسلسل بس تبقى هي محور الأحداث. تبقى محور لا ومو بس تبقى هي محور الأحداث، محور كل جريمة تصير يعني يرجعون هي ترجع هي الأساس. أي بالضبط. فهذا هو اللي صار، إنه هي من البداية انقتلت والأحداث كلها تسلسلت. هذا اللي شجعك إنه تاخذين الدور؟ لأنه محورية ولا مستحيل يعني أقبل بها. وبالماس مكسور، الماس مكسور إنه قصة جديدة حلوة، ويعني ما طالعة بشخصية هادئة، أنا صح هواي طالعة دكتورة هواي كلش طالعة طبيبة، بس ككوميديا ساخرة هناك. أنا أقول لك يعني كهي هاي الشخصية ما مقلدتها قبل، ممكن أنا قلدت المهنة اللي مالت الشخصية، بس الحياة الشخصية مالتها لا ما كانت، يعني كانت فشي كلش جديد، فساعدني إنه أوافق عليها. أي. الماس مكسور هاي كانت الأعمال برمضان. حاليا دا تحضرين شيء جديد غير رمضان؟ غير رمضان اي طبعا دا احضر الفتشي جديد. بالتوفيق. ثانك يو. ما اعرف يعني انه انت شو تميلين مثلا كمصنفه كممثله كوميديه، انه سكتشات كوميديه، او انت تحبين انه تغيرين تلعبين انماط وشخصيات مختلفه بالمسلسلات؟ يعني ستي برمضان لعبتي شخصيات مختلفه ممكن. طبعا هي مختلفه، وهذا الشيء كلش يفرحني لانه انا اصلا ما احب اظل بمود واحد، عرفت؟ هو الممثل شلون يستمتع بشغله، يوميا ياخذ شخصيه شكل، يوميا كاركتر شكل، يوميا وجه شكل، يعني هواي انت تقدر تغير، فهذا الشيء بالعكس يفرحني كلش، واحب انه اخذ هواي شخصيات مختلفه. من مثلك الاعلى كممثله، مو عربيه او عالميه؟ عربيه او عالميه يعني متاثره بيها؟ ما عندك ريفرنس شخص تشوفيه ايش سوت، ايش لعبت ادوار؟ لا، كل الممثلين اللي اباوعهم كلهم انتبه على كل شيء يسووا، كلهم اتعلم من عندهم، اذا كانوا كعرب او كغرب. فانه ما عندي هذا النجم الوحيد اللي اتابعه وادقق، لا، اشوف كل شيء. انا اشوف انه كل جيل مثلا كان له وحده يرجع لها الممثلات. جيل كان شريهان، قبل سعاد حسني، قبل فاتن كعرب، وحتى كاجنبيات اكو انجينا جولي، اكو مثلا شارل ستون هم اللي ذكرناها كفتره زمنيه. ما عندي انا هاي الخاصيه. ما عندي تعلق؟ لانه لا ما عندي تعلق، حتى كمطربين هم اسمع كل شيء. ما عندش مغني؟ جتي فتره انه مثلا تعلقت بمود معين للاغاني، فاكتشفت انه اللي دا تسويه خطا، المفروض انا عندي ذائقه لازم تسمع كل شيء، لانه انت ما تعرف نفسك، مودك يتغير، ممكن انت حاب تسمع هيك شيء من هذا الجيل، ممكن،
فيعني هذا الشيء تخلصت منه الحمد لله، وقمت اشوف واسمع كل شيء. اي ممكن تعطي اكثر، ما يصير حزازيه عند طبعا الشخص وتساعد دماغك انه يسمع اشياء جديده تريح دماغك، انه مو مود واحد معين. يعني ما اقول ايش يصير بالدماغ لا يظل مركز بشيء واحد. زين اكو دور تحبين تلعبيه بالمستقبل؟ شيء حابه تسويه؟ حابه اطلع شريره. ما طلعتي شريره؟ يعني ما اعرف، هم قالوا انه دور سوسن شرير، بس انا كقاريه مرجعيتي الشخصيه انه هي كانت لا بالعكس فقيره وتتعرض للضرب وهواي تفاصيل. يعني شرير بالشكل النمطي السائد للدراما كشرير، يعني الشرير بالمطلق، مو شرير بسبب، مو شرير شخصيه شريره للشرير نوعا ما، عرفت؟ لا بالمطلق انا شرير. اشوفها احلى للشرير اللي هو مو شرير خالص، لا بس عنده ما حد دوافع. يقبل ينطيني دور شرير، ما حد يقبل انه يخليني اقدم نشرات اخباريه يقولوا لي وجهك ما يصير. فهاي مناشده اعتبر، اعطوني دور شريره. اني انفع اكون شريره مفروض. مو ممكن حتى هذا نمط سائد عند المخرجين، انه الشرير لازم يكون ضايج، لازم تكون ملامحه ولازم حاده، شكله، ولازم مع لازم انه احنا يكون مثلا ضايج. من نشوف ذائقه الغرب انه تصير شريره اجمل من تطور شكل الشر وتناوله طبعا بالدراما. تطور اكيد، ما له علاقه، ممكن الشرير ده يضحك هو جميل سوى شخصيه اكو شريره. ناس يعني مثلا المراهقين يحبون الشرير على من شكله. دائما الشرير يكون هو يضرب اكثر من البطل. اي طبعا. يعني اكو مسلسل كان من افضل مسلسلات الدراما برمضان اسمه جزيره غمام، كان دور الشرير ما شفته. وشرير خالص شيطان، كان طارق لطفي لعبه بابتسامه ولعبه بلطف، لكن هو دور شرير. دور شرير اي، يعني مو شرط انه يكون شكله يعني ضايج مضروب سكينه. اي هاي الاشياء السائده مستحيل. اتمنى اشوفك شريره. اتمنى اني اشوفني شريره. شكرا رغد. ثانك يو، انا اللي اشكرك. استمتعنا كلش، انا استمتعت بلقائي وياك، وكل التوفيق يا ربي. أنا أشكرك، وممكن لتقارب الأجيال إنه أكو هواي ذكريات مشتركة. هسه يمكن استمتعنا. لكن واحد من غير جيل راح يقول شنو. مستحيل. إيه كان قال حتى أكو أشياء يعني ما علقنا عليه، أنا كان عاجبني أعلق على هذا الجهاز، ما أعرف احنا سولفنا عليه بالمناسبة، بس بالكواليس ما متصل. إيه بالكواليس سولفنا عليه. ما أعرف إن تتذكرين هذا الجهاز لو لا. إنه لا أتذكره طبعا أتذكره، بس كان أنا ما مر علي بهيك تطور. إنه شنو اللي بيه هو؟ إنه بيه كاسيت. هذا الكاسيت شنو مال الالعاب يتبدل؟ اي اي احنا كنا المفروض مستمتعين اكثر لان كانت عندنا اكثر من لعبه، ما نحتاج سيدي وكان تدسيمه يتحكم بينا. تدسيمه كان كل جميل. والصوت ما تقدر تلعب بالاتارب اللي واخروا من يمي الصوت. بعدين بالتحديث الجديد صار يعني تقدر تسوي سايلنت. صدق انا مر عليها التحديث طلع يعني ما اعرف شنو يصيح اللي درايفر هو درايفر كان. لا هاي التشيتات ما اعرف، اي تشيتات اعتقد شيتات. فهو طلع به هيك شيء نقدر نسوي سايلنت. حلو. اي بس يعني بعد ما كبرنا عرفنا بعد مرور الوقت. لا احنا لحقنا تنطردين اخذ هذا واطلع. عافيه. لا مستحيل يعني تقدر تشغل الاتارب اللي وهي كانت العاب وحده حلوه هاي مال السيارات، هو كله سواد. ما سيارات هي كانت السيارات الوحيده اللي نحبها. والمكعبات كنا نموت منها لان تنترس كلها وخلاص نخسر. اي بعد كانت اكو لعبه اصلا ما طبلها، لابد هاي طبت لها. بس هاي ما سيارات صح. من تمشي بالعكس نسوي المود الثاني السيارات تمشي بالعكس، هم تصير راسا كانت بعدين تقوم تصير سريعه مستحيل قد مزعجه. هو بس بالبدايه حلو، ضوجتني من عندها ذكرتني. على العموم كانت ذكرى حلوه وشكرا لك ومنورتنا. ان شاء الله نلتقي بيك اجزاء جايه ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا بالحلقه وبالذكريات هاي، واكيد كلكم تذكرتوا ويانا الفعاليات والالعاب وايام المدرسه، وراح نشوفكم بحلقات قادمه وذكريات اجمل وزوم. والى اللقاء.